نحن عرب في إطار واحد وبلدين متجاورين، وتجمعنا منظمة واحدة للجامعة العربية ويجمعنا تاريخ. لكن ما دام تريد هالشيء أنا لا، فليكن ذلك. بس ماذا تريد؟ قال أريد ناحية اطمئنانية للغير، وأنه أمل أن يكون هذا بين الجميع. هذا يخالف تماما الوضع اللي نحن فيه، ويلفت النظر أشياء شيء جديد. نحن ما بين المملكة العربية السعودية والعراق ما بين المحبة والصداقة والود، وموقفنا معكم كان ما نشك في موقف المملكة العربية السعودية. لولا موقف المملكة العربية السعودية اللي في الواقع أعتز وأفتخر به، ما وصل العراق إلى ما وصل إليه، ولا أصبح عند العراق الجيش اللي وصلنا إليه. نحن نعد جيشنا للدفاع عن الأمة العربية. هذا كلام هو، وطبيعي يا أخوان كلنا بنعرف أن إعداد الجيش العراقي يستغرق سنوات عديدة. فأصبح عند العراق جيش يشرف بالبنان. وكل ما أعرف أحد حضر من الأخوان مؤتمر المحامين العرب، ماذا قال الرئيس صدام؟ قال إن الجيش العراقي أعد للدفاع عن الأمة العربية، وحتى لو بلد عربي اعتدى عليه أي بلد آخر سوف يتدخل الجيش العراقي لنصرة البلد العربي. وإذا العراق أساء التصرف على الجيوش العربية أن تحارب العراق. وأكد هذا في مؤتمر القمة، كذلك في مؤتمر قمة بغداد. أظن أن المفاجأة كانت مفاجأة مذهلة. هذا في الواقع الحدث المؤلم. حاولنا في بداية الأمر، حاولنا محاولات كثيرة أنه حدث اللي حدث، لكن على العراق أن ينسحب من الكويت. وإذا كان للعراق أي حقوق شرعية، إذا أراد نحن يا أخواننا العرب يختار من يريد من قادة الأمة العربية أو من رجالة العرب اللي لديهم الإدراك الكافي، ويحكمون بين العراق وبين الكويت فيما يتعلق بالحدود. ما العلاقة بلد مثل الكويت بلد مستقلة وبلد من مئات السنين. فإذا كان المشكلة مشكلة حدود، إذا كان الحدود اللي موجودة الآن اللي هي في الواقع لا الكويت معترف فيها ولا العراق كذلك، ولكنها ما هي مشكلة. كلنا نعلم وكلنا سمعنا بأن العراق يقول أنه حقل الرميلة البترولي أنه 3/4 في داخل العراق والربع الآخر في الكويت، اللي العراق تدعي أنها بكاملها عراق. ما هي مشكلة كاملة. وأن الحدود اللي اعتبرتها الكويت هي منافذ لأي شخص يريد أن يذهب من العراق إلى الكويت، العراق لا تعتبرها هي الحدود. أن هذه البوابات ما هي إلا شيء مؤقت، وأن حدود العراق تتجاوز هذا الحد. هذه ما هي مشكلة، لأنها ممكن تحل بالطريقة الودية وتحل بالطريقة المنطقية. وإذا اتفق الطرفين على شيء بالتراضي أعتقد أنه شيء جيد. إذا ما كان في اتفاق يحكمون إخوانهم العرب، أن أرادوا الجامعة العربية بكامل هيئتها، أو أرادوا مجموعة من إخوانهم العرب أو من زعماء الدول الإسلامية اللي يريدون. وإذا حتى لا يريدون الجامعة العربية ولا أي من زعماء العرب ولا أي من زعماء المسلمين، أمام محكمة العدل الدولية اللي هي أسست لمثل هذه الأمور. ولكن اتضح أن المسألة ما هي مسألة حق، ولا مسألة أنه حق العراق، والحق سلب من العراق، والعراق أرادت أن تستعيدها بالقوة واستعادتها بالقوة. لكن اللي ثبت تماما هو رغبة العراق في أن يستولي على وطن عربي مستقل، عضو في المجتمع الدولي، عضو في الجامعة العربية، وطن له تاريخه اللي يبلغ عشرات السنين. بدون مبالغة لم يكن يوم من الأيام إن منطقة الكويت اللي الآن فيها دولة الكويت
إنها مرتبطة بالعراق نهائيا، ولكن جشع وطمع في بلد مستقر مطمئن لديه أنعم الله عليه أن يكون لديه بترول، وهذا البترول كذلك لدى العراق. ماذا يريد العراق؟ العراق عنده بترول وبكميات كبيرة جدا. عند العراق أنهر دجلة والفرات، عند العراق أحسن أراضي زراعية موجودة في البلاد العربية، عند العراق شعب ممكن يستثمر هذه الأراضي والخيرات. لكن ما هو ذنب الكويت ولا ذنب المملكة العربية السعودية عندما قامت بمساعدة الكويت بدون قيد أو شرط، ولدى العراق ما قلنا نحن والكويت بمساعدة العراق، لدى العراق من الإمكانيات الهائلة. لو استثمر هذه الإمكانيات الرئيس العراقي ومد يده إلى الشعب العراقي بعد أن انتهت الحرب بين العراق وبين إيران، لأصبح الشعب العراقي في بحبوحة من العيش بدون أن يحتاج إلى شيء. ولكن اللي ثبت أن هناك رغبة موجودة حطم بها صدام جميع العهود والمواثيق الإسلامية أو المحبة أو القربة بين أي بلد عربي وبلد عربي، وأعطى أسوأ مثال في تاريخ الأمة العربية. ما بعد هذا شيء أسوأ منه. فمعناها أن القوة اللي هي تعد للدفاع عن الأمة العربية والاشتراك مع الدول الإسلامية إذا حصل الدول الإسلامية أي اعتداء، وكذلك بالمثل من الدول الإسلامية للدول العربية إذا اعتدي على البلاد العربية، لأنه نحن والدول الإسلامية في إطار واحد تجمعنا عقيدة أهم من الدم وهم من الأصل وهم من النسب، ننتسب إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه هي القمة تجمع بين العربي وغير العربي والغربي والشرقي والأفريقي والآسيوي. هنا الديمقراطية الصحيحة عندما يتحدثون الناس عن الديمقراطية، هذه ديمقراطية الإسلام. ما ميز ما في أحد لا فضل على الآخر، لا فضل العربيين على عجمي إلا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أعظم من هذه الديمقراطية مثل ما يتغنون بها في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان آخر. هنا ديمقراطية الإسلام، هنا عظمة الإسلام. فلذلك عندما أقول إن اللي بيجمعنا مع أخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بيجمعنا رباط قوي أنزله رب العزة والجلال على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأبان الطريق وخاتم الأنبياء والمرسلين. من تدبر القرآن وتلا القرآن بتمعن وتلا ما روي عن رسول الله اللهم صل عليه وسلم في الصحاح وما روي عن الخلفاء الراشدين، وجد أن العقيدة الإسلامية أرقى نظام وجد في تاريخ البشرية منذ خلقت البشرية إلى غاية الآن وإلى أن تقوم الساعة. لن يوجد شيء ممكن يكون أفضل من العقيدة الإسلامية دين ودنيا. ما هناك شيء يمكن أن الإنسان يتلذذ به إلا وبحث العقيدة الإسلامية، وما هناك شيء يسيء للصغير والكبير إلا ومنعت العقيدة الإسلامية عنه وبررت المنع وبررت القيود. وما هناك من الرأفة والرحمة والمحبة والصداقة ورفعة الأخلاق ورقتها إلا وجدت في العقيدة الإسلامية. إذن نحن الحمد لله عندما طرقت الباب نحن نتمتع بأفضل ما وجد في التاريخ، ولن يكون أفضل منه لأن تقوم الساعة، وهي عقيدة إسلامية الحمد لله. ولكن هل نتبعها وهل نجعلها الأساس وهي القيادة العليا؟ هي سوف تكون القيادة العليا، ما في ذلك شيء. لو نظرنا لقبل 50 سنة أو 70 سنة عندما كان الاستعمار في كل بلد منتشر، وجدنا أن الاستعمار بشكله أو بأشكاله يريد أن ينتزع هذه العقيدة إلى الأبد. نعم يمكن أن ينتزعها بالقوة، من أن يمنع المسلم أن يمارس عقيدته الإسلامية بالطريقة الصحيحة الواضحة، ولكنه ما استطاع أن ينتزعها من قلبه
حتى لو ما كان لدى أبنائنا اللي هم الاستعمار حل عليهم، ما استطاع أن ينتزعها من قلوبهم. نرى الحمد لله الآن العقيدة الإسلامية تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها بدون قتال، هي بنفسها تفتح الأبواب الخيرة. نعود الآن إلى الوضع القائم. أخوان، أنا أعلم أنه اجتماعكم الخير هو بني على أساس لعل العراق والرئيس العراقي يدرك أنه ارتكب خطأ. أنا لا أعتقد أن في عيب عندما يجد الإنسان أن أقرب الناس إليه وأحب الناس للشعب العراقي وأحب الناس للعراق أن لا يعترض العراق أي مشكلة، أي تردد في أن يستجيب الرئيس العراقي لرأي العالم قاطبة. حتى اللي كانوا واقفين مع العراق في يوم من الأيام ابتدوا الآن يصرحون بطريقة رسمية أنهم لا يقرون بأي حال من الأحوال احتلال العراق لدولة الكويت بصرف النظر عن أي شيء. إذن على الرئيس العراقي الواجب الأكبر، وبإيده الأمر اللي ممكن يحقن دماء العراقيين وغير العراقيين. هذه أظن يتحملها الرئيس العراقي. نحن في المملكة العربية السعودية الله يعلم أن لا نريد أن يكون هناك قتال نهائيا، بل نريد أن تتحكم الحكمة والعقل في أن يصدر أوامره الرئيس صدام حسين على الجيش العراقي في الكويت والجيش المحيط بالمملكة العربية السعودية أن ينسحب إلى داخل العراق. ماذا فيها من العيب؟ بالعكس، إذا كان يريد الفخر ويسجل للتاريخ شيء، هذه الفرصة الآن أمامه. وإذا كان لا، أنه سوف يكابر، يتحمل مسؤوليته ويتحمل ما ينتج عن ذلك. يأتي من يأتي يا أخوان، والله أقول هالكلام هو كلام معيب. يأتي من يأتي ويقول يجب أن القوات اللي في السعودية وفي الأراضي السعودية أن تعود إلى أوطانها. طيب أنت هالمتكلم، لماذا ما تقول السبب؟ هذه القوات التي أتت برغبة المملكة العربية السعودية ودول الخليج ما أتت بالقوة برغبتنا نحن. عندما أعلنا رسميا بعد غزو الكويت بيوم أو يومين بأن نرغب من أول البلاد العربية أن تبعث قوات للمملكة العربية السعودية لحماية المملكة العربية السعودية من غزو العراق. وإذا قلنا هالكلام، العراق عنده جيش جرار، والدول الإسلامية والدول الصديقة. لم نفرض إرادة على أحد ولم نكلف أحد أي شيء. إذا كان كل هذه الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة استجابت لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج، أنا أعتقد أن هذه إرادة الله، ولا أعتقد أنه لحد حق أن يقول للمملكة العربية السعودية لماذا تستعينون بقوات عربية وإسلامية أو قوات من دول صديقة. لا من الناحية الشرعية اللي هي أساسه القاعدة، وكنا نعلم رسول اللهم صل عليه وسلم استعان بالمشركين واستعان لصالح الإسلام والمسلمين. ونحن اليوم على ما أعتقد أن اليوم يمكن 12 يناير نعود إلى ما هو في الأجواء الآن. الرئيس العراقي أو من أراد أن يتكلم باسم الشخصية من أي بلد كان، يقول هناك اعتداء سوف يوجه للجيش العراقي وللعراق من دول عديدة. أظن كنا نعرف أن هيئة الأمم المتحدة وقمتها مجلس الأمن هذا ليس بخاضع للمملكة العربية السعودية، وليس في تصرف المملكة العربية السعودية، ولا في إمرة المملكة العربية السعودية. هذه دول لها مكانتها ولها وزنها ولها قيمتها. استعرضت المشكلة وناقشت المشكلة من جميع زواياها. إذا كان هذه الدول من نفسها وتلقائيا هي اتخذت الإجراءات المنطقية المعقولة عندما تقدمت دولة الكويت وقالت إن اعتدي علي وانتهكت حرمات
الشعب الكويتي، والآن القتل والتعذيب والنهب والسلب وانتهاك الأعراض في الكويت، البلد اللي هو عضو في المجتمع الدولي وعضو في هيئة الأمم المتحدة. أطلب من هيئة الأمم المتحدة اللي هي بتجمع جميع الدول في العالم أن تساعدني وأن تعينني. وقامت هذه الدول واستشارت بعضها البعض وطرحت هذه الأمور للمناقشة، وتقرر أن هذه الدول تتخذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الكويت إلى وضعها الطبيعي وانسحاب الجيش العراقي بدون قيد أو شرط. هل هذا أمر من المملكة العربية السعودية؟ يا ليت عندنا الإمكانية نمر على العالم ويمشي مثل ما نريد. والله يمكن الواحد يقول هناك قوة خارقة، لكن يا أخوان هذه الإجراءات والقرارات اتخذها المجتمع الدولي واتخذتها المحافل الدولية. اتفق الغرب مع الشرق، واتفقت الصين مع الغرب، واتفقت الاتحاد السوفيتي مع الغرب، وبعضهم اتفق مع بعض بدون أن يكون المملكة العربية السعودية أي تصرف. يا ليت إمكانية التصرف، ولكن إن العالم يريد أن يتخذ الإجراءات اللي تمنع مثل هذه الأمور، لأن مثل هذه الأمور إذا تركت معناه مثل ما قيل شريعة الغاب وجدت، القوي يأكل الضعيف. ومعنى هذا وأكبر من ذلك أنه يراد من جميع دول العالم كل دولة تترك الأمور الخيرة جانب وتبني جيش فقط لا غير، وتترك جميع مرافق الدولة اللي لها أهميتها ولها مكانتها لدى الشعوب، ويصبح القتال من جديد القوي يأكل الضعيف. أظن أن هذا شيء مرفوض. أما أن يأتي الرئيس العراقي يقول للمملكة العربية السعودية لماذا أنتم رغبتوا أن يكون لدى المملكة العربية السعودية وفي حدودها الشمالية قوات عسكرية عربية وإسلامية ومن دول صديقة؟ نعم نريد ذلك، لأنك أنت اللي أوجبت أنت اللي أردت أن يكون ذلك. لماذا ما كان عندك من العقل والتفكير والحكمة وانسحبت من الكويت بدون قيد أو شرط؟ ما كان في داعي. وإلى الآن أمامها الخيار. أنا أقولها بصراحة، والله ما يعز علي أبدا ولا يهون علي أن يسحق الجيش العراقي والشعب العراقي. لكن ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل في يد رجل واحد، شخص واحد يستطيع اليوم وفي هاللحظة صدام حسين أن يقول للجيش العراقي انسحب، وينسحب الجيش العراقي. ما هو في يد حكومة، ولا في يد مجلس شورى، ولا في يد برلمان، ولا في يد أحد أبدا، في يد شخص واحد يستطيع أن يقول للجيش العراقي انسحب الآن، مثل ما عطى في خلال بضع دقائق إيران ما تريد. احنا ما نتدخل بين إيران والعراق. أن تنازل العراق لإيران عن شيء وحر. نعم الرئيس العراقي يا أخوان، وشيء أنا عايش فيه من سنة 75، وأنا كنت موجود في الجزائر عندما نوقشت الأمور بين العراق وبين إيران، وكان الشاه في ذاك الوقت موجود، وأنا موجود نيابة عن الملك فيصل رحمة الله عليه، وأسمع وأشوف ما يجري من نقاش بين العراق وبين إيران في سنة 75 في الجزائر. أخذت هذه الأمور مجراها الطبيعي حتى وصلت البلدين إلى اتفاق وقع بين البلدين، وقع بشكل رسمي، وأخذت الأمور وضعها الطبيعي، واستقرت الأمور بينهم، إلى أن حدث ما حدث بين العراق وبين إيران من سوء تفاهم. حتى سوء التفاهم لم يرغب الرئيس العراقي أن يتدخل فيه أحد. أنا من ضمن الناس اللي كانت علاقتي مع الرئيس العراقي على أرقى المستويات. أقول هذا وهذه الحقيقة. من سنة 75 كنت عنده يوم في بغداد، وبتحدث عن أن الإيرانيين أساءوا للعراق، وأنهم يتحرشون في سلاح الحدود العراقي، وأنهم ألقوا قنابل
متفجرة في جامعة بغداد وهكذا. أنا سألت، قلت هل الآن تتحدث معي تريد أن أنصحك بشيء أو أتكلم ولا أسمع وأسكت؟ أنا ضيفك. قال والله إذا تريد تتكلم بكم بيسرني. قلت اسمع نصيحتي؟ قال نعم. قلت لا تتحرش بإيران. إذا كانت شفت إيران الآن هي في وضع جديد، وضع طرأ جديد على إيران، وتغير الحكم في إيران وفي مشاكل في إيران، وأنت تعتقد أن هذه ظروف مواتية لرغبات في نفسك أنت، أنا أقول لك الكلام هذا لا أتردد فيه، لأن بيني وبينك من الصداقة وطلبت مني أتكلم. أنا أقول ليس من مصلحة العراق أن تتدخل في إيران. هذا الكلام اللي حصل. قال إيران الآن هي فوضى. قلت معناها إذا صارت في فوضى في أي بلد إن يجي لك المنطق والمعقول تتدخل في شؤونها؟ البلد تعرف في شؤونها هي. اللي حصل إن تدخل وحدث ما حدث. ما هي الفائدة اللي حصلت؟ 8 سنوات قتال، أعدمت مدن وقرى في إيران وفي العراق، وقتل ملايين البشر أو عطل عن الحياة الاجتماعية ملايين البشر، وأنفقت آلاف المليارات، وفي النهاية انتهت إلى صلح بين البلدين. ما في شيء في العالم إلا وله نهاية، لكن النتيجة إيش؟ لا شيء. طيب إذا كان الرئيس العراقي حارب 8 سنوات وحمل نفسه وحمل من أراد أن يساعده آلاف المليارات، وراح قتل ملايين البشر وأعدمت مدن وقرى، لماذا يعود لاتفاقية سنة 75 اللي هو مزقها وأرادها وألغاها تماما؟ لماذا يعود على هذه الاتفاقية في وقت مو بحاجة إليها؟ الأمور بين العراق وبين إيران دخلت فيها هيئة الأمم المتحدة وحددت الأمور، وقبل كلا الطرفين ما اتخذ من قرارات في هيئة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وكادت أن توقع بينهم اتفاقية بدون أن يتنازل العراق عن أي شيء. اتخذ إجراءات الرئيس العراقي تلقائيا من نفسه، في خلال أقل من ربع ساعة اتخذ إجراءات، وهو العودة لاتفاقية سنة 75 وجميع الأراضي اللي تريد إيران أن تبقى فيها أو تستولي عليها، وحتى الجيش العراقي فيها، إنه من تنازل عنها الرئيس العراقي لإيران بشكل مثل ما نعلم ذلك، وجعل الأساس والقاعدة هي اتفاقية سنة 75. أنا ما أعترض على الرئيس العراقي، ولا أقول لماذا الرئيس العراقي أراد أن يتنازل عن هالشيء ويعيد اتفاقية سنة 75. هذا من شأن العراق ومن شأن رئيس العراق، ما لي حق أتدخل فيه ولا أقول فيه أي شيء. لكن هل هذا هل انسحابا من العراق من الكويت يكون فيه صعوبة أكثر من العودة لاتفاقية سنة 75 وأكثر من أن الأراضي اللي هو يدعي أنها عراقية واستولى عليها الجيش العراقي أن يعيدها لإيران؟ هذا من شأنه. لكن ما هو العائق الآن؟ أن يتخذ المنطق والمعقول ويعود للصواب ويعلن انسحابه من الكويت بدون أي شروط، ويخرج من الكويت وتنتهي المشكلة وينتهي شيء اسمه قتال. إذا كان لحق مثل ما ذكرت سابقا، إذا أراد هذا الأمر إذا يتدخلون فيه إخواننا العرب فليكن ذلك، إذا أراد الجامعة العربية بكامل هيئتها فليكن ذلك، إذا أراد هو يختار من قادة الأمة العربية من يكون حكم بينه وبين الكويت فله ذلك. إذا لم يرد كل هذه الأمور ويختار الطريق الدولي